سعيد جدا أن يكون معنا في هذا العدد. بداية محلل قنوات الكاس الرياضية، نجم كرة القدم المصرية كابتن محمد وهبة، تقرير خاص بهذا الدور. طبيعي يوم الغد سيكون الموعد مع 4 مباريات كاملة. اليابان ستلعب مع النمسا، إيطاليا بوركينا فاسو، المباراة القمة ستجمع المنتخب البرتغالي بالمنتخب السويسري، في حين المباراة المنتظرة بالنسبة لنا كعرب المنتخب المغربي سيواجه البرازيل. هذه المباريات وقلوبنا كما قلت جميعا مع المنتخب المغربي، لأنه غدا الحقيقة الإنجاز، الفوز على البرازيل يعني يفتح الأبواب على مصراعيها من أجل الفوز باللقب، لأنه ليس بالسهل، ليس بالأمر الهين دائما أن تفوز على منتخب السامبا. المنتخب البرازيلي نتذكر منتخب الشباب فاز على البرازيل، فاز على إسبانيا. دائما الفوز على البرازيل يعطيك أجنحة أخرى ويعطيك طاقة أخرى ويجعلك المؤهل الأبرز لتحقيق اللقب. ما زلنا سنتحدث عن المنتخب المغربي، دائما نعود للمنتخب المغربي باعتباره ممثل العرب، ولكن سنتحدث عن هذه المباراة في الجزء الثاني من برنامج الليلة. والحقيقة سعداء جدا بما وصلت إليه كرة القدم المغربية. نذكر يوم أمس أشرف حكيمي توج بلقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية، وهو تتويج مستحق، لأنه أشرف حكيمي الحقيقة كان يستحق حتى البالون دور بالنسبة لهذا الموسم. نذكر أشرف حكيمي مركز أول ومحمد صلاح مركز ثاني، يعني الأسماء العربية سيطرت على الكرة الذهبية الإفريقية هذا الموسم. كرة بتتعلق ديما مغرب، ديما مغرب. هدف أول زياد بهاء يضع كرة بكامل البهاء وفي منتهى الجمال في شباك. هو واحد من اشهر الحكام. المغرب والبرازيل. المغرب والبرازيل، هو انا سوري ايه؟ ايطالي، هو حكم ايطالي. المغرب والبرازيل، هو الايطالي كولومبو انديريا، هو واحد من ابرز الحكام في هذه البطوله. بخلاف انا اشوف ان راح يكون بعد من ضمن الاطقم المرشحه الى النهائي، بخلاف منتخبه. اذا تاهل منتخبه خلاص يتم استبعاده. هو الايطالي كولومبو انديريا، مساعد اول باتشيني جيوفاني من ايطاليا، مساعد ثاني دوجيك فيليب من ايطاليا، حكم رابع من كندا تاناكا فورودنت، وحكم خامس رودريغو ديغو من كندا. هذه ابرز الاطقم في او الاطقم اللي راح تدير ان شاء الله بكره مباريات ثمن النهائي. اتمنى للتحكيم التوفيق، اتمنى للمنتخب العربي الوحيد التوفيق ايضا. هذا نتمنى التوفيق للجميع في هذه البطولة، باعتبار إلى حد الآن بطولة ناجحة على كل المستويات. إن شاء الله تكمل بنفس الطريقة وبنفس النجاح. تفضل صوت. صحيح، حتى على مستوى التحكيم إلى الآن يعني ما فيه تأثير مباشر، بخلاف مباراة جيدة. ونبدأ ممكن نحاول نعطيه أفكار أخرى بالنسبة لهذه المباراة، لأنه صحيح مباراة صعيبة كابتن رشيد، صح، ولكن المنتخب المغربي يمتلك الحلول، لأنه لما يكون فريق يحتفظ بالكرة، والبرازيل أكثر المنتخبات التي تريد دائما الاحتفاظ بالكرة، المغرب يمتلك الحلول. عنده الهجمة السريعة، الهجمة المرتدة، عنده أجنحة سريعة، وأيضا يمتلك الحلول في الكرات الثابتة، اللي هي الاثنين ممكن النقاط اللي ممكن تقدر تضرب بها المنتخب البرازيلي. فصحيح يجب الإشادة بما قام به المدرب أولا، لأنه صحح الأوضاع، لأن فكرا كما سبق أن قيل بأنه كانت هناك بداية متواضعة للفريق، ولكن التغيير الذي حصل في اللاعبين، ولكن حصل في المنظومة كذلك، علما بأن المنظومة كان فيها عدم توازن في وسط الميدان، وكان الفرق خصم اللي هو البرتغال كان قوي، اليابان في المباراة الأولى يوصلوا بسرعة لمربع العمليات، وكان الارتباك عدم توازن. يعني التغيير ديال بعض اللاعبين خصوصا قطب الدفاع، وهنا عاوتاني كيبقى علامة استفهام، غياب لاعب الذي مستواه كان جيد وكان دائما كيعطي إضافة، هو رقم 15 حداوي، عنده بطاقتين. صحيح. فهذا غيأثر، ما عرف شكون اللي غادي يلعب، ولكن تيبين بانه قوه المنتخب المغربي اصبحت في تحولاته عن طريق وسط الميدان الذي كان له يعني المثلث متقدم، اصبح المثلث متاخر عن رقم 6، وهو يخرج كرات، يكسر كرات ويخرج كرات. هو المنتخب المغربي يجب ان ينجح في التحولات، في عمليه الترانزيشن، يعني يجب ان ينجح بامتياز، لانه لو يمر بالجدار الاول له كل الامكانيات. هذا هو الدور ديال اللاعبين، اللاعب رقم 6 اللي هو الياس الياس السعيدي،
وكذلك اللاعبين اللي امامه رقم 18 هو الخلفاوي ووليد بن صلاح. هاد اللاعبين الاثنين الذين يتحولون بسرعه لما تحول الكره في تحول دفاعي الهجومي فين؟ في المناطق المظلمه، هارف سبيس، ويخلقوا مشاكل زياده على الاجنحه. ودائما تقولها انت هيكل، وهذه ظاهره كذلك لما يكون عندك اجنحه قويين كالعود واللاعب كذلك زكري هو كظهير يتحول بسرعه كذلك. وهذا اللاعب زكري انت تكلمتي عنه كثير وقلتي بان لاعب كان مميز خصوصا يعني في زكري والعود يوم امس اخترناهم في فريق الاسبوع، في فريق الدور الثمن النهائي. لماذا يجيد؟ لانه يجيد كذلك الضربات الثابته بالرجل اليسرى. الرجل اليسرى ممكن لما يكون عندك واحد يعني يعطيك كره ثابته يعني بالمقاس فين تحب، اكيد بانه يعطيك فرصه للتسجيل. واكيد نتمنى كذلك تكون هاد الكرات الثابته من مفاتيح اللاعب ديال المنتخب المغربي ضد فريق برازيلي كذلك الذي له كل الامكانيات والمهارات الفنيه. انت اعطيتني تمريره للمنتخب البرازيلي، فقط نذكر انه البرازيل محمد علي اعطاني معلومه مهمه، انه الهدفين اللي قبلهم البرازيل كانوا عن طريق كره ثابته. الهدفين يعني ضربه جزاء وركنيه، يعني الهدفين اللي قبلهم المنتخب البرازيلي في هذه البطوله. ونتحدث عن المنتخب البرازيلي مع كابتن محمد، لانه البرازيل ايضا لها مجموعه ممتازه جدا من اللاعبين على المستوى الهجومي، ديل موراليش كايلي، ولكن هؤلاء اللاعبين دائما يجدون صعوبه امام الدفاعات المتكتله. كابتن محمد، دائما شاهدنا مباراه الباراغواي، شاهدنا مباراه زامبيا، دائما الفرق اللي تلعب كتله ورائيه تخلق صعوبات كبيره للبرازيل. البرازيل تصبح اخطر حتى لما فرنسا. تسجل الهدف الاول، حتى فرنسا. اما البرازيل لو تسجل لك الهدف الاول انا تصعب كثير المباراه. هبدا مع الكابتن رشيد، واسمح لي المغرب، لان المغرب مجموعتها يابان برتغال والمغرب، 3 من نفس الجروب اللي بداوا مكملين موجودين. معناها ان المجموعه قويه جدا. اللي لمع المغرب يبص عليهم دلوقتي. انا عشت التجربه دي مع منتخب الشباب، الماتشين الاولانيين لما يحصل معاك كده وترجع ند وسيبك من ماتش كاليدونيا وترجع تكمل ماتشات في الادوار اللي بعدها، فانت فرقه عندك عقليه احترافيه، بتعرف تكسب وتلم نفسك. ده في سن صغير عشان تلم نفسك بسرعه وترجع جامد 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 بمعنى كلمه جامد، واقف على رجليك ند بند، بتعرف تكسب، مش بتعرف تلعب، بتعرف تكسب، بتحافظ كويس، بتجيب جوال. ولما لو انت جبت جول، المغرب لو جاب الجول انت صعب جدا تجيب فيها جول، لان هم منظمين وروحهم عاليه جدا. فانا زي ما قلت لك في الاول، انا من ضمن الناس اللي انا مبسوط باداء وعقليه فوز. انا معك، ولكن نحكي على المستوى التكتيكي. لو البرازيل تسجل لك هدف تفتتح النتيجه، تصعب المباراه على المغرب، لانه البرازيل تجد نفسها اكثر لما الفريق المنافس يخرج. لو البرازيل تجد المساحات ستكون مباراة صعبة جدا. حلو. شاهدوا البرازيل في هذه البطولة لما يتسجل لها هدف ماكسيموم ترجع في 1-1 وتجد صعوبات كبيرة جدا، خاصة لما الكتلة ورائية تكون لا تجد المساحات. لما تسجل الأولى يعني بصفة عامة مباراة تنتهي بنتيجة عريضة. حلو جدا، ولكن المغرب مش الفريق اللي بيجرج ورا النتيجة. المغرب ضد أمريكا كان مغلوب لغاية الدقيقة 90. في الدقيقة